عملت ايه في الجوله الخامسه من فانتسي بريمير ليج، ومين اللعيبه اللي انقذتني، ومين اللعيبه اللي كالعاده خزوقتني، ومين اللعيبه اللي بنسبه كبيره هتكون خارج تشكيلتي، وجبت كام نقطه. يلا بينا نشوف كل ده. في حراسه المرمى مفاجاه غير متوقعه من هندرسون امام اليونايتد، وان هندرسون يجيب لي كلين شيت وخد انذار وكل حاجه، وبس جاب لي 9 نقط. انا راضي، تشكر يا عم هندرسون، انا كده كده ما كنتش مستني منك حاجه. وفي خط الدفاع روبرتسون من ليفربول الكلين شيت المعتاد ابتدى يرجع تاني وجاب لي 6 نقط. وروبرتسون من فولهام اللي انا من ساعه ما جبته والنحس معاه ابتدى يشتغل، ما بقاش يجيب لي غير نقطتين بس، انا هسيبه في تشكيلتي لان هو عنده نزعه هجوميه وفيما بعد ممكن يفيدني باسيست او جول، فهسيبه في تشكيلتي على الرغم من ان هو جاب لي نقطتين بس. اما عن خازوق الدفاع فهو دانك ما استكفاش ان برايتون دخل فيها جونين وهو خلاص جايب له نقطه واحده، فقال لي انا مش ههنيك عليها، راح واخد انذار وطلع لي من الماتش من غير ولا نقطه. اما عن نص الملعب وحكايات نص الملعب، في نص الملعب انا كابتنت صلاح لاخر لحظه ويا ريتني ما كابتنته. محمد صلاح جاب لي 12 نقطة بس رغم الكابتنة. وبالمر جاب لي 8 نقط، وكان في حركة ضايقتني ان بالمر خرج في الدقيقة 64 او الدقيقة 68 مش فاكر، انا مش عارف المدرب خرجه ليه، الماتش كان سهل وكان بالمر ممكن يجيب اكتر من كده، بس مش عارف المدرب خرجه ليه. وايزي جاب لي 3 نقط، ودي بنسبه كبيره كانت اخر مباراه لايزي معايا، وايزي خلاص مش هيكون معايا تاني. انا صبرت على ايزي كتير حتى بعد ما مشيته ورجعته تاني، بس خلاص استكفت كده مع ايزي. ايزي بيضيع كتير ومش شايف منه اي حاجه، فانا مش على نفسي ايزي تاني خلاص، مع السلامه كده. وسيمينيو جاب لي نقطتين وده اللي كان متوقع لان الماتش بتاعهم كان صعب، فانا مش مستني حاجه اصلا من سيمينيو الماتش ده، الماتشات بتاعتهم الجايه سهله، فان شاء الله سيمينيو يقدر يقدم لي اكتر من كده. لويس دياز جاب لي 14 نقطه، ولويس دياز اللي انا كنت خلاص هبقى ديفرنشال وكنت هكابتنه، بس جيت على اخر لحظه ما رضيتش اخد ريسك وخليت صلاح، ويا ريتني ما كابتنت صلاح. اما عن خط الهجوم فانا اتمسكت بجواو بيدرو على الرغم ان انا كنت عارف ان هو هيكون على الدكه وان هو كان بنسبه كبيره ينزل بديل، وده اللي حصل. جواو بيدرو جاب لي نقطه واحده بس، الجانب الايجابي ان هو ابتدى يلعب، معنى كده ان هو جاهز والماتشات الجايه ان شاء الله هنشوفه اساسي. اخيرا هالاند اللي جاب لي 9 نقط، وتوتال النقط بتاعي كلها 68 نقطه. ولو عايزين تعرفوا تشكيلتي للجوله السادسه ومين هيمشي من فريقي غير ايزي، استنوا الريل اللي جاي. وبس كده، سلام.